بسم الله الرحمن الرحيم. طالبات الصف التاسع، أهلا بكم في درس جديد من دروس البرمجة. درسنا لهذا اليوم هو الدرس السادس، تغيير اسم الكائن. هذه الخطوة تم تنفيذها خلال الدرس السابق، ولكن سنؤكد عليها أثناء التطبيق بإذن الله. الطريقة هي كما هي موضحة في الكتاب بطريقة بسيطة، وهي الضغط بزر الماوس الأيمن على الكائن، ومن ثم سيظهر لنا الأمر info، بنقر عليه ستظهر لنا الخانة الخاصة بتغيير الاسم. نختار الاسم المناسب اللي بيناسب دور ووظيفة هذا الكائن داخل البرنامج، ثم نعود مرة أخرى إلى الكائن واستمرار العمل داخل البرنامج من خلال السهم الأزرق كما هو موضح. الجزئية الثانية اليوم أيضا سيتم شرح الدرس السابع، وهو الكتابة باللغة العربية على الرسام. ما علاقة ذلك بسكراتش؟ تم توضيح ذلك خلال الدرس السابق بأن سكراتش لا يدعم اللغة العربية، ولكن كيف بإمكاننا عمل برامج بسكراتش وبها بعض النصوص العربية. يتم ذلك من خلال كتابة النص المراد العمل به داخل سكراتش على الرسام وحفظه كصورة. إذن اليوم درسنا كيف سنكتب في سكراتش باللغة العربية، تجهيز النص داخل برنامج الرسام، ومن ثم نقله إلى سكراتش بطريقة رفعه كصورة. طبعا الكتاب موضح هذه الطريقة، ونحن سنقوم بتنفيذ هذه الخطوات. إذن سنذهب إلى برنامج سكراتش. نرى أنه طبعا عند بداية البرنامج يظهر لنا كائن القط، نقوم بحذف هذا الكائن. نختار كائنا جديدا، نقرأ ثم موافق. ها هو الكائن. سنأخذ الجزئية الأولى وهي جزئية تغيير اسم الكائن للتوضيح. ها هو الكائن، هي بنت، لنفترض أن دورها في البرنامج باسم فتاة معينة. نضغط بزر الماوس الأيمن يظهر لنا info، نضغط على info تظهر لنا الخانة الخاصة بتغيير الاسم. نقوم بمسحها مثلا ونسميها سالي أو سارة أو حسب اسمها. نعود بالسهم إلى الخلف، نرى أن اسمها قد تغير إلى الاسم الذي كتبناه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنه نريد رسم كائنا جديدا، ولكن من خلال استيراده كصورة من الرسام، تم حفظه في الرسام. كيف يتم ذلك؟ سنقوم بالذهاب إلى برنامج الرسام. برنامج الرسام متوفر في الجهاز ضمن البرامج الملحقة بويندوز. نختار الرسام، نذهب إلى كتابة نص، إدراج نص. نختار النقر ثم نسحب، نكتب بسم الله الرحمن الرحيم في بداية البرنامج. نقوم بالسحب على النص نفسه، ثم بتغيير لون الخط. الخلفية اللون الثاني نريد أن نجعلها أزرق على سبيل المثال. طبعا هذه الجزئية كلها إذا تم حفظها كصورة تأخذ كلها، المنطقة البيضاء بكلها. فأنا ماذا سأفعل؟ بضغطها، أحطها إلى أعلى اليسار بهذا الشكل، أخلي إطار بسيط حواليها، أو إذا بحب كلها. هذه الجزئية سيتم حفظها من ملف، سأنقر حفظ باسم، سيحدد لي المكان في المستندات. على سبيل المثال ما اسم هذه الصورة؟ مثلا بداية البرنامج، أي اسم. طبعا ما حفظها كنوع PNG، طبعا يمكن أن نختار JPG أو GIF كما تريدين.
PNG وهي في المستندات واسمها بداية البرنامج ثم حفظ. الآن انتهينا من الرسام، أخذنا هذه الجملة. سنذهب إلى برنامج سكراتش، إلى بند المظاهر، سنقوم باستيراد هذه الصورة، سنرفعها على سكراتش. ها هي الصورة بداية البرنامج في المستندات، سننقر نقرة ثم Open، سيتم إدراجها على الفور. ها هي أمامنا، يمكن تحريكها كأي عنصر، يمكن التكبير رؤيتها، أصبحت كائن أمامي مباشرة. هذه طريقة لعمل جمل أو نصوص أو فقرات لازمة لتكون داخل برنامج سكراتش الذي نريد أن نصممه. ولكن هناك طريقة أخرى أسهل من الموجود، وهي عن طريق الباوربوينت، أسهل في التحديدات وخلافه. سنقوم الآن بالذهاب إلى برنامج الباوربوينت، سنقوم باختيار مثلا شكل من الأشكال، مثلا بهذا الشكل نرسم الشكل. من أدوات الرسم تنسيق، نختار له خلفية مثلا بهذا الشكل، بنقر عليه بزر الماوس الأيمن، نقول تحرير النص، نريد أن نكتب بداخله نصا. مثلا نقول إعداد، مثلا بعد الانتهاء من البرنامج نريد أن نكتب إعداد مثلا الطالبة إيمان المصري. ها هي الكلمة، طبعا يمكن التكبير أو التصغير. ها هو نحددها، ثم نذهب إلى الخط، تعبئة الخط مثلا باللون الأصفر، نجعله بلون واضح بالنسبة للون البرتقالي، نجعله باللون الأبيض. نذهب إلى الصفحة الرئيسية، نجعله بولد، نذهب إلى تكبير هذا الخط، نذهب إلى تغيير شكل هذا الخط، مثلا هذا الخط إذا أردنا أن نكبره مرة أخرى بهذا الشكل. وهو الآن أنا جهزت جزئية النص اللي أنا بدي إياها أو العنوان أو ما شابه، أقوم بالنقر عليها بزر الماوس الأيمن، وتحت في أمر اسمه حفظ كصورة، أقوم بالنقر حفظ كصورة وأنتظر. الآن سيقوم بحفظ هذه الجزئية فقط كصورة، أيضا إلى المستندات مثلا، وأقول اللي هو إعداد الطالبة، لأسميها إعداد الطالبة، ويتم حفظها من نوع PNG مثلا، أو أي نوع GIF أو JPG، ثم حفظ على المستندات. الآن نذهب مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى سكراتش. أريد أن أدرج هذا ككائن معين، أريد أن أظهره حسب كود معين. أقوم برسم كائن جديد، سيظهر لنا في المظاهر أنه سيستقبل كائنا جديدا من خلال الضغط على زر استيراد. سنذهب إلى المستندات، سنبحث عن الجملة اللي أنا كتبتها، إعداد الطالبة مثلا، وأقول موافق. ها هو طبعا كبير أو صغير، بالنقر على هذا السهم ثم على الكائن اللي تم إدراجه، أكبر أصغر ثم أسحبه وأضعه في المكان المناسب. لنرى الآن، هذه هي البنت، ربما تكون تريد أن تعرض نصا ما أو عرضا ما بكلمات، ثم نقول إعداد الطالبة ونكتب مثلا تحت إشراف المعلمة، هذا البرنامج برعاية أو أي شيء. كذلك يمكن كتابة نص كامل، لنذهب إلى الباوربوينت، وأيضا يمكن كتابة نصا كاملا، مثلا أهلا بكم أصدقاء في برنامج الحروف الهجائية، مثلا على سبيل المثال
هذه هي الذي أريدها. طبعا أنا الآن على الباوربوينت، أغير مثلا لون الخط باللون الأزرق. الخلفية إلى أدوات الرسم، أذهب وأجعل التعبئة بيضاء، أو أغيرها بأي تعبئة مثلا بهذا الشكل. أنقر بزر الماوس الأيمن، أختار حفظ كصورة، أحدد اسمها الترحيب مثلا، الترحيب، ومن نوع PNG، وأكون متأكدة من مكان الحفظ، ثم حفظ. طبعا هذه النصوص اللي في الرسام أو في الباوربوينت بيتم حفظها كاملة، بعدين بيتم استيرادها وتجهيز البرنامج على سكراتش. الآن سأذهب إلى سكراتش، سأقوم بإدراج كائن جديد. سأذهب إلى زر استيراد. أين هذه الصورة؟ أين هذه الصورة؟ الترحيب، لا الترحيب، أهلا بكم. أوبن، ها هي جاءت. أحول إلى الصورة الشعاعية فقط لتأتي، وهي الآن بهذا الشكل. أقوم بالنقر على السهم وعلى الصورة التي تم استيرادها. سيتم طبعا تصغيرها، مثلا سيتم طبعا عرض مثلا الشاشة الأولى بهذا الشكل. أنا عندي كائن من مكتبة نفسها، مكتبة الكائنات. هذه بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أصدقائي في برنامج مثلا الحروف الهجائية، إعداد الطالبة إيمان المصري. يمكن طبعا إدراج أي صورة أنت مجهزتيها، صورة طبيعية، صورة وما شابه، بنفس هذه الطريقة. طبعا لنعود مرة أخرى إلى الكتاب. طبعا هذه الخطوات تم شرحها وتوضيحها، ولكن نريد أن ننوه إلى معلومة، وهي أحيانا تقل جودة الصورة عند رفعها إلى سكراتش. وجدنا أنه في بعض التشويش البسيط داخل الصورة اللي تم إدراجها. وهنا يطلب منا مشروع. اكتبي اسمك الرباعي في الرسام واحفظيه بنفس الطريقة الموضحة، إما بالرسام إذا كنت يعني ماهرة في العمل فيه، أو بالباوربوينت، وأنا أجده أسهل. ثم انقليها إلى سكراتش، واجعلي كل كلمة تأخذ لونا مختلفا. اسمك مثلا بالأحمر، اسم الوالد بالأخضر، اسم الجد مثلا بالأزرق، اسم العائلة مثلا برتقالي أو بني أو ما شابه. وأنا في انتظار طبعا تنفيذ هذا المشروع، وسيتم طبعا توضيح المطلوب منك في داخل المهمة في الصف الافتراضي. وإلى هنا طالباتي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم، وإلى أن نلتقي في درس جديد. إلى اللقاء.